بترولوجي هي سلسلة فيديوهات على قناة المعيد ضمن الأهداف الخاصة بالقناة. ولو أول مرة تسمع مصطلح أهداف خاصة على قناة المعيد تقدر ترجع للفيديو اللي بنتكلم فيه عن أهداف القناة عموما اللي بتنقسم لأهداف عامة وأهداف خاصة، والفيديو ده هتلاقيه موجود في وصف الفيديو هنا أو هتلاقيه موجود في علامة الآي. تقدر ترجع ليه الفيديو التعريفي لقناة المعيد واللي اتكلمنا فيه عن أهداف القناة. فأهلا بيكم في فيديو جديد على قناة المعيد ضمن سلسلة بترولوجي. سلسلة بترولوجي هنتكلم فيها أكتر عن المجال أو التخصص الخاص بيا وهو مجال هندسة البترول. هنتكلم فيه ونربطه أكتر بواقع حياتنا مش مجرد معلومات مثبتة. ممكن حد يسأل طيب أنا أصلا بره تخصص هندسة البترول فهل أستفيد أو مش محتاج أصلا إن أتفرج على فيديوهات سلسلة بترولوجي؟ كنت أقول لك استنى لحظة وكنت لسه هجاوبك ونجاوب سوا على سؤال مين أصلا يقدر يستفيد من سلسلة فيديوهات بترولوجي. في 3 أصناف يقدروا يستفيدوا من سلسلة فيديوهات بترولوجي. أول نوع وهو أي حد أكيد في مجال أو تخصص هندسة البترول بأقسامها المختلفة اللي هنتكلم عليها كمان شوية في الفيديو. تاني حاجة هو أي حد بيفكر إن هو يتخصص في مجال هندسة البترول وممكن لسه مش مكون معلومات أو ما عندوش معرفة كافية بتخصص هندسة البترول، فيقدر يتفرج على سلسلة فيديوهات بترولوجي ومنها يقدر يكون معلومات ويكون خلفية عن مجال هندسة البترول، وساعتها يقدر يقرر إن كان يكمل في التخصص ده أو يغير لتخصص أفضل ممكن يلاقي نفسه فيه أكتر. ثالث نوع يقدر يستفيد من سلسلة فيديوهات بترولوجي وأهم نوع وهو إجابة على السؤال اللي كان سأله صاحبنا أنا بره التخصص أصلا فهل هستفيد من سلسلة فيديوهات بترولوجي؟ فثالث نوع يقدر يستفيد من السلسلة ديت هو أي حد خارج تخصص مجال هندسة البترول والتعدين، لأن احنا مش هنتكلم عن مجرد معلومات مثبتة إنما هنربط المعلومات دي أكتر بواقع حياتنا وهنجيب أمثلة من واقع حياتنا، فبالتالي ده هيعزز عندك سهولة المعلومة وتقدر تستفيد بالتخصص أكتر، تقدر تكون معرفة عنه أو حتى تستفيد إن أنت إزاي تسقط المعلومة اللي عندك على واقع حياتك. وده هيفيدك أكتر إن أنت المعلومات اللي بتتعلمها مش مجرد بتاخدها معلومات مثبتة إنها بتحاول بتسقطها على واقع حياتك عشان يبقى خير مثال أو خير تطبيق للمعلومة اللي بتدرسها، وبالتالي هتكون المعلومة والمعرفة اللي عندك سهلة الفهم بإذن الله. كده اتكلمنا عن مين يقدر يستفيد من سلسلة فيديوهات بترولوجي. نتكلم في السؤال اللي جاي على السؤال اللي قلناه في الأول، وهل تخصص هندسة البترول والتعدين هو تخصص واحد بس ولا أكتر من تخصص؟ تخصص أو مجال هندسة البترول هو مش تخصص واحد، هو أكتر من تخصص، ودليل الكلية كلية هندسة البترول والتعدين فيها 5 تخصصات مش تخصص واحد بس. الطالب بيدخل عادي زي أي كلية هندسة، بيدخل إعدادي هندسة لأول سنة ليه في هندسة، وبعد إعدادي بيبدأ إن هو يختار قسم من ال5 أقسام الموجودة في الكلية، ولا مش قسم واحد، وبيختار القسم ده بناء على حاجتين 2. أول حاجة بناء على المجموع اللي جابه في إعدادي، وتاني حاجة بناء على اختياره. فدول الحاجتين أو المعيارين اللي بيختار بيهم التخصص أو المجال اللي هيدخل فيه أو القسم اللي هيدخل فيه بعد إعدادي. فال5 أقسام هم أول قسم قسم هندسة البترول، تاني قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات، ثالث قسم هندسة الفلزات والمواد، رابع قسم الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية، واخر القسم الخامس قسم هندسه التعدين او اسمه هندسه المناجم. هنتكلم باختصار سريع في اللي باقي من الفيديو عن تعريف كل قسم او حاجه بسيطه عن كل قسم، وان شاء الله في فيديوهات جايه هنخصص فيديو مخصص لكل قسم بحيث نقدر نتكلم اكتر عن طبيعه الدراسه في القسم او حتى المجالات او فرص العمل بعد ما تتخرج. ايه المجالات او فرص العمل المتاحه ليك في التخرج بعد التخرج من قسم معين من الاقسام ديت. هنتكلم ان شاء الله باستفاضه عن كل قسم في فيديو منفصل. فتعالوا نقول نبذه سريعه كده عن كل قسم في اللي اتبقى من الفيديو معانا. فاول قسم هندسه البترول او اسمه قسم هندسه الحفر، ومن اسمه هو خاص باستخراج البترول من باطن الارض، فده اللي بيختص به القسم ده عمليه تنقيب عن البترول او استخراج البترول من باطن الارض، هو خاصه بقسم هندسه البترول. ثاني قسم هندسه تكرير البترول والبتروكيماويات. خلاص طلع البترول عندنا من باطن الارض وبقى عندنا خام البترول، بنبدا ان احنا نوديه للمصانع ونستخدمه باستخدامات مختلفه، من اول عمليه التكرير او اسمها ريفايننج، ان انت بتاخد البترول ده وتصفيه وتنتج منه مشتقات مختلفه، عامله بالظبط لو اسقطناها على واقع حياتنا زي لو انت عامل عصير، فبتبدا ان انت بعد ما بتعمل العصير في الخلاط بتبدا ان انت تصفيه علشان تفصل حاجتين، تفصل العصير ويبقى عصير نقي وتقدر تشربه، وبعد كده الشوايب اللي بتتبقى في المصفى اللي عندك دي بتتخلص منها او ممكن تستخدمها في اي استخدام تاني. فكذلك خام البترول بعد ما بيطلع عندك من البير بتبدا تدخله في عمليه الريفايننج او التكرير عشان تقدر تصفيه وتنتج منه مشتقات مختلفه زي البنزين، السولار، الديزل وغيرها من
المشتقات. وتاني حاجه في قسم هندسه التكرير اسمها البتروكيماويات، وهي اسمها يعني صناعه القيمه المضافه. ان انت بيكون عندك البترول او الحاجه اللي انت طلعت عندك زي البنزين بتكون بقيمه معينه، او اي مشتقات البترول بيكون طالع بقيمه معينه، وليكن بنقول مثلا قيمه 1، تقدر تضرب الواحد ده في 100 عشان توصل لقيمه مضافه. يعني مثلا حاجه زي الايثيلين الموجوده عندنا في البترول، في احد مكونات البترول، الايثيلين بتعمل عليه عمليات البتروكيماويات، فممكن تنتج منها البي في سي او البولي فينايل كلورايد. البي في سي ده تقدر تستخدمه بعد كده في استخدامات كتيره جدا في حياتنا اليوميه. بنستخدم البي في سي ممكن في الشبابيك، ممكن في شبابيك تصنع بالبي في سي، ممكن المواسير عندنا تصنع بالبي في سي، واشياء كتير تقدر تستخدم البي في سي في تصنيع الحاجات دي. فدي صناعه البتروكيماويات، وهي ببساطه اللي انت بتقدر تضيف قيمة اكبر على المنتج اللي عندك، فبالتالي بتضاعف قيمته، فعشان كده اسمها صناعة القيمة المضافة. فده في تاني قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات. ثالث قسم هو قسم هندسة الفلزات والمواد، وده خاص بالمواد المستخدمة في صناعة البترول ودراسة خصائصها المختلفة تحت ظروف مختلفة من الضغط ودرجة الحرارة. وليكن مثلا مثلا المواسير او اللي بنسميها البايبس اللي بتنقل فيها البترول، او اي مشتقات البترول، بتبدأ تتعرض الحاجات ديت لضغط وحرارة معينة عشان تبدأ تشوف سلوكها ايه، هل هتنكسر، هل هيحصل فيها تآكل او كروجن. فبتدرس خصائص المواد، او في قسم هندسة الفلزات والمواد بتدرس خصائص المواد المستخدمة في صناعة البترول، وبتدرس سلوكها وخصائصها المختلفة تحت ظروف مختلفة من الضغط ودرجة الحرارة. رابع قسم هو قسم الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية، والقسم ده خاص بدراسة طبقات الأرض، وهل فيها وتدرس هل في طبقات الأرض ديت موجود في بترول ولا لا، وبتستخدم تقنيات مختلفة زي تقنيات الجيوفيزياء عشان تعمل عملية تحليل للتربة والصخور، وتقدر تتعرف هل في خام بترول موجود في الأرض أو في المنطقة ديت ولا لا، عشان تبدأ عليه بعد كده عمليات التنقيب والحفر عشان تقدر تستخرج خام البترول. فده خاص بقسم الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية. خامس قسم عندنا واخر قسم اسمه قسم هندسة التعدين، أو ممكن بيطلق عليه هندسة المناجم، وده خاص باستخراج المعادن والموارد الطبيعية الأخرى من باطن الأرض. والموارد الطبيعية ديت ممكن بتدخل في صناعات أو تعتبر هي المواد الأساسية لصناعات مختلفة. ونتكلم إن شاء الله باستفاضة أكتر عن القسم هندسة التعدين والخمس أقسام في فيديوهات تانية على سلسلة فيديوهات بترولوجي على قناة المعيد. كده يكون اتكلمنا بشكل مبسط جدا على الخمس أقسام الموجودين في تخصص هندسة البترول والتعدين، الخمس أقسام الموجودين في كلية هندسة البترول. إن شاء الله نعرف عنهم أكتر في فيديوهات جاية. خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. في نهاية الفيديو ده كان فيديو تعريفي عن سلسلة بترولوجي، السلسلة الموجودة ضمن أهداف الخاصة بقناة المعيد. ولو عايز ترجع لأهداف القناة كلها تقدر تراجع الفيديو اللي بنتكلم فيه عن أهداف قناة المعيد، سواء أهداف عامة وأهداف خاصة. والسلسلة دي زي ما قلنا بتخص من هو متخصص أو غير متخصص في مجال هندسة البترول، لأننا مش هنتكلم عن مجرد معلومات مصمتة بالتخصص، وإنما هنربط المعلومات أكتر بواقع حياتنا، ومنها نتعلم إزاي ندمج فعلا من دراستنا وحياتنا، وإزاي فعلا نستفيد من اللي بنتعلمه في دراستنا ونطبقه على واقع حياتنا، عشان فعلا نكون بنطبق المعرفة عمليا على أرض الواقع. فالغرض الأساسي من المعرفة هو العمل. في النهاية شكرا لك جدا انك وصلت للحظة دي في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو استفدت منه فعلا، ولو شايف الفيديو بيقدر يفيد بيه عدد اكتر تقدر تشيره مع اكبر عدد من اصحابك، بحيث ان هم ان شاء الله يستفيدوا من الفيديو. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد على قناة المعيد. وما تنساش شعار دايما leave a positive impression or just smile. نلقاكم على خير في فيديو جديد على قناة المعيد. سلام.